السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن إعلان عمرو دياب وابنه عبد الله، واللي حقق ملايين المشاهدات في الفترة القصيرة اللي عدت. حقق إعلان النجم الكبير عمرو دياب بمشاركة ابنه عبد الله رقم قياسي ب 8 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة الأولى، وكمان عمل 5 مليون مشاهدة على موقع فيسبوك و2 مليون مشاهدة على انستجرام، وكمان عدى 6 مليون مشاهدة على يوتيوب. وأول طرح الإعلان في أول أيام عيد الأضحى المبارك تصدر اسم عبد الله عمرو دياب ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتويتر، وكمان محرك البحث جوجل. وبرز هاشتاج عبد الله عمرو دياب في قمة الكلمات المتداولة على موقع تويتر منذ طرح الإعلان. وعلى عكس المتوقع، لم يغني عمرو دياب في الإعلان، بل ظهر برفقة نجله عبد الله في مشاهد تمثيلية، حيث فاجأ عمرو دياب ابنه بتسجيل أغنية وبتحمل مقطع من صوته في الاستوديو. وبينما كان عبد الله يقضي أجازة في إحدى المدن الساحلية، وقام عمرو دياب خلال الإعلان بتوزيع الأغنية أثناء اتصاله بعبد الله، واللي قطع المسافة من مكانه لحد الاستوديو ليجد والده، وبيبدأ في غناء مقطع بصوته في الأغنية. وكان عبد الله عمرو دياب ظهر في إعلان سابق مع والده، ولكنه اكتفى وقتها بدوره كمتابع للحفل، وكان متابع للحفل. بينما بعد الإعلان الجديد أول ظهور حقيقي له كمغني. ويذكر أن عبد الله عمرو دياب أسس فريق غنائي في إنجلترا، وأصدر أول أغنية له منذ عدة أشهر. وعبد الله هو تاني أبناء الفنان عمرو دياب، واللي بيكشف عن موهبة الغناء والموسيقى بعد شقيقته جنى، واللي شاركت والدها في غناء أغنية جميلة منذ 3 أعوام في ألبوم سهران. وفي سياق آخر طرح الفنان عمرو دياب أحدث أغنياته بعنوان خلص على قلبي، وده على تطبيق أنغامي للموسيقى، وده بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك. دي كانت كل تفاصيل إعلان عمرو دياب وابنه عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.